لا انا مش جايه اعالج حد نفسيا ابدا، مش جايه اعالج حد نفسيا. انا ما نمتش من امبارح، انا مش لازم اطلع بقى واعيط واعمل صعبانيات. انا ربنا بس اللي اعلم بيا واعلم بالبنتين عاملين ازاي. كفايه بقى فيديوهات وكفايه اللي انت بتعمله، ولو مش كفايه انت حر. اول تعليق لوالده جوليا وليلي بنات الكابتن ابراهيم سعيد. من ساعات قليله خرج الكابتن ابراهيم سعيد في مقطع فيديو واتكلم ان هو مستعمل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي فيها ولد بيتكلم بطريقه وحشه جدا عن والده، وقال ان نفس الكلام بيحصل معاه بس بناته مش بيشتموه، بناته بيسجنوه على طول، وقال ان هم رافعين عليه عدد من القواضي اتسجن وهم كمان. يعني في الوقت اللي بيتكلم فيه اكيد القواضي بتزيد، وانه حاول يتواصل معاهم بكافه الطرق وان العلاقه تكون بينهم وديه، حتى كمان انه كان بيحول لهم فلوس على والدتهم وعلى حساب بنته على الانستا، وان الكلام ده اترفض قدام المحكمه لانهم بيبعتوا له رسائل تهديد وان هم ما وقفوش جنبه في اصعب الظروف وهي وفاه والدته، وانهم مش مسامحهم وان هم مش هيشوفوا خير في حياتهم بسبب اللي هم عملوه معاه. وده اللي خلى والدته مشاركة مقطع فيديو بتتكلم عن اللي حصل معاها ومع كابتن ابراهيم. حاولت معاه بكل الطرق الوديه ان هو يدفع الالتزاماته تجاه البنات لكنه رفض. انا عايزه اعمل فيديو سريع صراحه ردا على كابتن ابراهيم سعيد. انا اسمي داليا بدر، انا زوجته الاولى وعندي بنتين منه اللي هم عليهم الخلاف والمشاكل دي. الحقيقه انا متكلمه او يعني عامله الفيديو ده ردا عليه مش عشان انا في وضع اتهام يعني، لا خالص، انا بس والله عشان خاطر البنتين. سريعا، انا اتجوزت من كابتن ابراهيم سعيد زمان قوي وكان سننا 21 سنه يمكن، وخلفنا البنتين وانا اتطلقت وانا حامل في بنتي الصغيره اللي هي دلوقتي عندها 20 سنه. تمام. وبعدين حصل شويه مشاكل وزي اي واحده ما خدتش حقوق بناتها فرفعت قضيه نفقه، فكان المحامي بتاعي استاذ محمد الدكر الله يرحمه وخدنا احكام وما نفذتهاش. وطبعا ابراهيم كان في عز تألقه وكان نجم من نجوم الصف الاول، والحقيقه انا ما قدرتش لا اخد حق ولا بطل. تمام. وخلاص الموضوع خلص على كده، وان انا عشت مع والدتي وربيت البنتين والحاجات اللي حصلت دي الى ان طبعا خدت احكام لكن ما نفذتش وخلاص. يعني عشنا في هدوء وسلام والدنيا تمام يعني، وما كانش بيشوفهم ولا بيصرف عليهم وخلاص الدنيا بقى. هو اتجوز وخلف واتجوز تاني وخلف، وانا اتجوزت وخلفت وبنتي توفت والدنيا خدت الناس. انا جوازتي ما عادتش يمكن سنتين 3 وخلاص، وربيت البنتين وانتهيت على كده يعني، وقفت الدنيا على كده. الى ان والدتي اللي كانت ساندة معايا الدنيا اتوفت في شهر 1 2022، فالدنيا اتلخبطت طبيعي. فلما الدنيا اتلخبطت طبيعي جدا ان الاب يشيل مسؤوليه بناته. انا مش هقولك في مصر، في العالم دلوقتي الرجاله بصراحه بقوا لزاز قوي، خفيف خفيف كده. انا جاي اتجوز هطلق، عيش انت بقى وشيلي شيلتك والحاجات اللي بتحصل اللي انا ما اخترعتهاش. فابراهيم بالتالي عمل زي ما اي حد ممكن يعمل، رمى مسؤولياته وخلاص. وهو بقى ما كانش منضبط قوي يعني خلينا واقعيين. انا مش بتكلم على حد هو ماشي في حياته ستريت ومش مضايق حد وما عملش مشاكل ولا في النادي ده ولا في النادي ده ولا في النادي ده، وانا يعني بتجنى لان كنت عملت الفيديو ده من 20 سنه فاتوا ما عملتوش. لكن اي حد بيقترب من بناتي او سمعه البنات او بنات في عمر الورد لسه، طب يا سيدي لو البنتين غلطانين ما انت راجل كبير كده المفروض تلم الموضوع. ما علينا. وفاة مامتي انا رجعت تاني ارفع قضايا نفقه على ابراهيم لانه ما التزمش بصراحه بكل ولا وعود ولا عهود ولا اي حاجه من الحاجات دي. وخلاص خدنا احكام حبس. يعني معناها ايه؟ اخر درجات تقاضي. يعني خلاص انت المفروض تجدول وما جدولتش، المفروض تشوف هتعمل ايه معانا وما عملتش، المفروض نحل وما حلناش. الصراحه انا ما سبتش باب وما رحتش ليه. كل اصحابه انا كلمتهم، والناس حياه ترزق موجوده. كل الكباتن تقريبا انا برضو مكلماها عشان اجدول واحل مع ابراهيم. كابتن احمد شوبير انا مكلماه، كابتن بشير التابع انا مكلماه، كابتن محمد فاروق انا مكلماه، اي حد كان قريب من ابراهيم. مؤخرا كلمت المحامي بتاعه عايزه جدول وابراهيم اللي رافض. يا جماعه طب انا اعمل ايه؟ ليه كل راجل معروف او مشهور انا بدفع ضريبه بقالي 20 سنه او اكتر من 20 سنه ان ابراهيم ده حد معروف؟ طب وبعدين هو دلوقتي خدنا احكام جديده. طب احنا حصل لنا المشكله معاك من سنه ونص،
مشكله الحبس اللي حضرتك بتتكلم فيها، وانت لسه طالع في برنامج من شهرين وبتقول انا خدتها عند عشان ما حدش يستفزني وياخد حاجه انا مش عايزه اديها له. معنى كده حضرتك مقتدر ومش عايز تدفع. طب احنا نعمل ايه؟ وبنقول ليه الستات بتحدف نفسها من البلكونه وليه بينتحروا؟ يا جماعه احنا بيتضغط علينا بس. انا اكمل ازاي مع البنتين؟ اكمل ازاي؟ طب انا خدت احكام جديده عشان حضرتك برضو ما رضيتش ولا الجدول ولا تحل. خدت احكام جديده. طبعا انت خدتنا محتوى وبتطلع في البرامج وبتاخد فلوس، واحنا شخصيا ما بناخدش حاجه، تمام؟ احنا بنتفضح بس، تمام؟ وبتاخد فلوس ومفيش حل برضو. يعني انت دلوقتي واحده عامله فيديو في المطار هي وابنها وبيشتموا طليقهم، بس دي جات لي تمام، انا هاخد ده محتوى واضرب بقى موضوع جوليا وليلي وبتاع، لان هم واخدين احكام جديده، فعشان لو نفذوا اطلعهم على المسرح او يتنازلوا زي ما حضرتك عايز. وانا للاسف انا مش هتنازل، ولا انا ولا هم. اديهم حقوقهم ونتنازل يا ابراهيم. دي حاجه. ثانيا انت خدتنا محتوى، اوكي، احنا مش لعيبه كوره حضرتك قاعد عامل بودكاست ولا برنامج في قناه بتقبض منهم فلوس عشان تعمل حلقه سبايسي فتطلع لاعب من اللعيبه على الهوا وتطلعه بقى وتقطع فيه وتقول ده ما ينفعش وده ينفع وده يقعد. ده انت بتتكلم على بنتين يا راجل. لو هم غلطانين ايراد زي ما انت بتقول، انت غلطان 24 ايراد. انت راجل كبير مش صغير، انت ليه بتعمل كده؟ طب اما تقعد تسوق سمعتهم زي ما انت بتقولي اقعدهم جنبك، هتستفيد ايه؟ طب ما تشيل شيلتك، اوقع واسهل، صح؟ انت بتضايق مني عشان حقانيه قوي وباجي على الوش كده وبقول اللي عندي، وانا بقولها على الملأ. حضرتك طلعت وقلت انا وولادي وهيسجنوني وانا ابويا عمر ما امي عملت كده. ايوه، لان انت كنت عايش مع باباك ومامتك. حضرتك فين؟ تعرف ايه عنهم؟ ولا اي حاجه. انا بقى مش هقعد اقول بقى الكلام ده عشان الكلام ده عيب، وانا مش ده اللي انا بتطرق له. الحقيقه انا بحل قصه ان كل راجل بيطلق الولاد، ولو هو ذو شأن او حيثيه في البلد او كده بيستغل ان هو ليه صوت يقدر يتكلم عن طريقه، وليه شغلانته بقى السوشيال ميديا، شغلانته ان هو يعمل كام جمله سبايسي كده. بناتي حبسوني وما جوش. مش لا يا ابراهيم، حضرتك اللي غير ملتزم يا فندم. وانا اسفه اني بقول كده، انت اب على الورق بس. انت اللي هتقابل ربنا ازاي؟ انت اللي هتقابل ربنا ازاي؟ انا مفيش باب غير وخبطته. تعالى نجدول، تعالى نحل، تعالى نشوف. والناس موجوده، المحامي بتاعك موجود، اصحابك موجودين، كباتن عندك في النادي موجودين. انا مش محتاجه اعمل كده اصلا، يعني الحمد لله. انا ست، احنا بدلنا الادوار، وانا ست بقيت انا الراجل واللي بتحارب واللي هقف وهصد عن ولادي. هم مش ذنبهم حاجه بصراحه. وانت بتقول هو بناتي مؤدبين وزي الفل. طبعا بناتك مؤدبين وزي الفل والناس تتمنى تبقى اولادها. حضرتك مش حاسس بالنعمه؟ ده موضوع يخصك انت بس. هتطلعنا على المسرح وتطلع تقول كلام مغلوط، بعدين انت بتشك في مين؟ في قضاء بلدك؟ هتقول اصل القاضي لما بيجيله ابراهيم سعيد بيقول ده ابراهيم سعيد واكيد معاه فلوس. يا فندم في مستندات، في تحريات مباحث، في حاجات كتيره قوي. ايه اللي انت بتقوله ده اصلا؟ ما تدفع الفلوس بكل هدوء وشيل مسؤوليتك. ده هانت البنتين خلاص بيخلصوا. انت المفروض انت واقف في ظهرهم تشوف هيعملوا ايه ويشتغلوا فين ويخلصوا وتفرح بيهم وهم يفرحوا بيك. انما الكلام بقى بتاع ابراهيم الطايش الصغير اللي لا، انا مش جايه اعالج حد نفسيا ابدا، مش جايه اعالج حد نفسيا. انا ما نمتش من امبارح، انا مش لازم اطلع بقى واعيط واعمل صعبانيات. انا ربنا بس اللي اعلم بيا واعلم بالبنتين عاملين ازاي. كفايه بقى فيديوهات وكفايه اللي انت بتعمله، ولو مش كفايه انت حر. انا دلوقتي اللي عايزه حل في راجل مش عايز يصرف على بناته، وعندي احكام جديده، احكام حبس. معنى كده ان انت مش عايز تحل، والقاضي اداك بدل الفرصه مليون فرصه عشان تجدول او تحل، انت مش عايز. انت طلعت في برنامج المذيع اللبناني ده، قعدت تقول له انا 6-7 جوازات وانا محدش يضغط عليا. انت راجل مقتدر وقادر تفتح بدل البيت، فتحت 7 بيوت.
مش قادر بقى تشيل البنتين اللي يخصوك دول ولا ايه؟ ولا ايه؟ انا مش فاهمه الضغط النفسي اللي عليا الرهيب ده عشان انا اتنازل. يا اما هديكوا فيديوهات كده طول الوقت، يعني انت بتساومني بسمعه البنات على ان هم ياخدوا حقهم ولا ايه؟ انا مش فاهمه الضغط النفسي اللي عليا الرهيب ده عشان انا اتنازل. يا اما هديكوا فيديوهات كده طول الوقت، يعني انت بتساومني بسمعه البنات على ان هم ياخدوا حقهم. لا، هم هياخدوا حقهم وانا بناتي زي الفل، واللي مش هيجي سند وظهر ليهم بلاش ما يجيش اصلا. لو انت متخيل ان ده عريس هيجي فانا هطفشه فالكلام ده، لا يا فندم، كل شيء نصيب، وانا مع بناتي الى ان ربنا يتوفاني. ومش عارفه اقول لك ايه بصراحه، بس يعني ربنا يهديك، ربنا يهديك. وانا بقولك على الهوا اهو، انا تعالى نجدول ونحل الموضوع. مش هتعمل كده يبقى الموضوع عندك. شكرا.